لا هو هيك شكله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنرحب بكم. طبعا ويشتغلوا نحاول في هذه الأمسية نقدم دراسة تطبيقية لاستغلال الخطاب في قصة الميثاق لعبد الله الغزالي. طبعا دائما الإشكاليات في الدراسات النقدية السردية عموما، واللي تتسم بالعلمية وتحاول أن تكون علمية، في المسافة بين النظرية والتطبيق. دائما هذه معاناة البحاث، معاناة الكتاب في هذه المسافة. ولهذا سأبدأ بتصور قبل أن نحكي على الورقة يعني أو المكتوب فيها في هذا الملف. تصوري العملية النقدية. العملية النقدية أتصورها 3 مراحل. مرحلة نظرية يجب فيها أن نفهم هذه النظرية أو نحفظها في أذهاننا ونتمثلها بشكل كامل. مثلا لو اشتغلنا على موضوع الخطاب اليوم، خذينا جرعة نظرية ما شاء الله تبارك الله من 3 إخوة وأخوات كرام، وبعدين خذينا جرعة تطبيقية. احنا هذا كله في إطار مرحلة التنظير. نزول المرحلة الثانية، إدخال مفاصل هذا المنهج وهذا الأسلوب وهذه الآلية والإجرائية داخل النص. نستخرج الاسترجاعات، نستخرج الاستباقات، نستخرج السرعة من خلال العلاقات بين السعة والنصية وزمن كل نقلة، نستخرج الإيقاع من خلال الحركات الأربع المعروف، نستخرج التواتر، هذا على مستوى الزمن. خلال الصيغة السردية نستخرج أنواع الصيغة السردية المستخدمة. تشوفوا إن شاء الله بعون الله في الفصل الخاص بالصيغة لونت كل صيغة بلون، لأن الصيغة السردية بحسب رؤية سعيد يقطين، أنا انحاز له في هذا الجانب في موضوع الصيغة بالذات. الصيغة السردية يعني مكتملة تقريبا. هذه المرحلة الثانية نحكي عليها. في جانب التبعير نحدد هنا فيه جواني، براني، داخلي، خارجي، أو لو استخدمت رابتال بنستخدم المنهجية تاع رابتال أو جينيت، بندخل هذه. المرحلة الثالثة، وهذه اللي فيها الفرق دائما بين كاتب وكاتب وبين ناقد وناقد وبين تجربة بحثية وأخرى، تعتمد على الخبرة والذائقة الفطرية والقدرة. سؤال الشاعر، والشاعر سؤاله دائما خطير، ومعنا شعراء اليوم مش سهلين. فسؤال الشاعر مهم، اللي قال ماذا بعد، يعني ماذا تعني هذه الأدوات؟ إذا كان هذه الأدوات ما تقدمش معرفة، ما تقدمش تأويل لمدى جمال النص، ما تجعلش مني أنا أستطيع أن أستمتع بالنص بشكل أكبر، أنا لا تعنيني. ولهذا عندي أنا طبعا باعتباري داخل، سامحوني معلش، داخل من النص إلى النظرية. أنا النظرية تعنيني لما تحقق لي معرفة بالنص، ربما هذا شيء مختلف. أنا داخل من مجال آخر، مش مجالي السرديات في الأساس، ولا داخل من جانب القارئ العادي. فنحاول في هذه الجلسة الثالثة نكمل جزئية ندخل مفاصل نظرية الزمن داخل قصة معينة، وهي موجودة القصة على العموم، يستطيع أي شخص يريد الاطلاع عليها. يعني كيف نحدد الاسترجاعات، كيف نحدد الاستباقات، ما هي لحظة الصفر. هسه بعد جدل شوي عليها الآن، وجدل معرفي جميل يعني ما في شك يعني. فنبدأ بالخطوات المنهجية لوضع أدواتنا الإجرائية داخل النص. القصة قصة الميثاق. طبعا قصة الميثاق جزء من قصة السوءة، مجموعة السوءة القصية. مجموعة السوءة في زمنها كانت فتح مش عادي. أنا أتذكر لما مشيت للشارقة السنة اللي بعدها، قالوا لي لما جت مجموعة السوءة شاركت في المسابقة. هذا مش باب الدعاية لصديقي يعني ولا لزميلنا ولا ابن مدينتنا، ولكن لأن هذا عمل حقيقي. المحكم أعتقد أنه سوري الأصل، هو كان ماسك مجلة الشارقة، قال لي لما جت السوءة هذه الفائز على طول، ما فيش نقاش، ما فيش مجال للمقارنة. والأخت الدكتورة قالت نفس الكلام يعني. فالنص عالي جدا، وتتميز قصة الميثاق عن باقي القصص الأخرى بأنها قصة فيها أشياء مرجعية، يعني تحكي لنا عن جهاد أجدادنا في ليبيا كلها وفي مصراتة مثلا ضد طليان، وعن هذه الأشياء. فلهذا السبب أنا يعني اخترتها لكي يطبق عليها موضوع الزمن، موجودة في المختبر النقدي، يتفضلوا اللي بي يطلع عليها. لكن قبل هذا في أشياء مهمة، في أسئلة سئلت في الصباح ويعنيني الإجابة عليها، لأنها يعني أراها يعني من المهم الإجابة عليها. وسامحوني في هذا التنقل من قصة لقصة ومن موضوع لموضوع.
طبعا اليوم سمعنا واجد على التداولية والتلفظية وعلى ربتال وعلى مش عارف ايش وعلى كذا. عند السادة اللي في المجتمع الغربي عندهم السرد والعرض. السرد يتميز بالموضوعية وهو أقل مستوى، هذا عندهم هم في لغتهم، أن احنا قد يكون شيء مختلف. العرض يتحقق فيه الخطاب ويتميز بالذاتية، ولأن العلم الجديد اللي اسمها التداولية واللي وحدة من أبوابه التلفظية، والباب الثاني الحجاج، والباب الثالث أفعال الكلام. التداولية هذه تتعامل مع النص في إطار السياق المقامي للخطاب، يعني النص بين البات والمتلقي أو بين اللافظ المتلفظ والمتلفظ له. يعني النص عندهم مش خطاب عادي زي ما في السرديات البنيوية، لا، النص في إطار العلاقة بين ولهذا تركز على هذه العلاقة وتركز على واسمات وجهة النظر وعلى وما عندهاش موضوع في جانب السرديات تهتم به إلا جانب وجهة النظر. ليس لأن هذا الموضوع يعني مختلف ولا متعدد المشارب، لا لا، لأن هذا مدخلها الوحيد. هي الزمن تم إغلاقه خلاص، ما عادش عندهم يقولوا تم، هذا موضوع مغلق منتهي، سكر جنيت، وهذا علم تم. يقول جوناثان كالر هذا فتح من أيام أرسطو عندهم هم. طبعا عندنا احنا العرب من أيام سيبويه ومن أيام العروض بتاع الخليل بن أحمد. هذا موضوع يعني أنهاه جنيت وتم. الصيغة السردية أعتقد أن بس عيبة ولا ميزة سعيد يقطين عربي يعني، لكن أعتقد أن شغل سعيد يقطين فيها مهم جدا ودقيق إلى درجة كبيرة. نزول موضوع التبير هذا مفتوح. ليش؟ لأن حتى ربتال نفسه أدواته ما زالت بعيدة جدا عن المبدعين، وهذه ميزة. هذه معنى الإبداع. الإبداع متقدم دائما. الإبداع متقدم إلى درجة كبيرة عن التنظير. التنظير محتاج أن يجري وتحفي رجليه مش يوصل إلى تحديد الأطر. يعني لما تأملوا في واو الصغرى بس لإبراهيم الكوني وحاول أن تجد أي واسمة وجهة نظر أو أي شيء. فيه رسالة خطيرة يقدمها الكوني في واو الصغرى. الثلاث فصول الأولى فيها شخصية الزعيم حية، جميع الرؤى للزعيم. الفصول الأربعة بعد موت الزعيم من الرابع للسابع رؤى أخرى، ما فيش أي شيء يدلك على صاحب هذه الرؤية، لكن في الحقيقة رؤية العراف، رؤية المسيطر على القبيلة، مسيطر على الدولة، كأن في رسالة سياسية في وسط النص هذا. في كل الروايات الحدثية والقصة الحدثية ومنها الميثاق الآن تستطيع أن تبصر كيف يقوم الراوي بشكل غير مباشر بإيصالك لرسائل معينة. الأدوات التلفظية وقبلها البنيوية بشكل أكبر لا تستطيع أن تحدد لك بدقة وبشكل حقيقي. ليش؟ لأن في هو حتى في اليوم في المحاضرات الهو مش من الباحثات الأخوات، لا جد أبدا، والله تمثل جيد وما شاء الله. الهو في المسافة العلمية بين موضوعين، لو استكمل الثالث كان تعطي على الأقل معرفة أفضل. الهو بين وجهة النظر بمفهوم قدر العلم نتاع الراوي والراوي العليم والقصة هذه اللي عند جينيت، وبين التلفظية وربتال والواسمات والقصص هذه. الهو أن موضوع البراني والجواني اللي هازين عليه نتاع ميكبال ونتاع جينيت نتاع يقطين هذا مهم جدا، وأن الرؤية هو سؤال من يرى والصوت هو سؤال من يتكلم. هذه المسافة تعبي الفراغ. يعني نتمنى من أي باحث يدرس هذين الموضوعات الثلاثة، ما يدرس الزوز بس، ما يدرس الموضوع الأول والثالث ويترك الثاني. في تطور مرحلي صار. ربتال تجاوز لأسباب منهجية تخصه، لكن بالنسبة لنا احنا مش نتمثلوا هذه الموضوعات، بل علينا أن نطلعوا على المدرسة الإنجليزية اللي يمثلها كتاب لسانيات الرواية في هذا المجال، النقد اللساني عفوا لروجيه فاولا، مدرسة مهمة جدا وتمثلها مهم. فهذه معلش يسامحوني على الإطالة في هذا الجانب. نبدأ على بركة الله في يعني ما يخص يعني في البداية عملت تعريف بمدخل على العملية النقدية، وهذا شرحناها الآن أكثر من مرة. والمادة النظرية موجودة حتى هي، وألقوها الإخوة بشكل واسع ومشكورين بارك الله فيهم الأخوات، فما فيش داعي نوقف عليها. لكن نبدو في الدراسة التطبيقية اللي هي في المرحلة الثانية نعتبر عليها اشتغال الزمن في قصة الميثاق. طبعا ما نقدرش ناخذ كل الموضوعات، فخذيت الترتيب الزمني والتواتر، الاسترجاع والاستباق والتواتر. يعني كيف يمكن أن نقوم بدراسة قصة مطولة زمنيا أو رواية؟ كيف نبدي؟ الآن أنا باحث نبي نشتغل على الزمن، كيف نبدي؟ أول شيء نحدد لحظة الصفر، هذه مهمة بالنسبة لي.
لحظة الصفر هي اللحظة الأولى في السرد، السطر الأول، ونحاول نستوعب نحدد له هذا زمن ضمن إطار زمن الحكاية الكلي. بعض الروايات هذه القصة زمن الحكاية حسب ما أتصور إذا كنت لي دقيق، هذه أشياء تحتاج إلى اجتهاد. هو الليلة السابقة لموت الأبتر اللي هو بطل هذه القصة، ولهذا هي في نهاية القصة. في التابوت لحظة الصفر في لحظة السفر للجنوب وقبلها ماضي كبير. في نزيف الحجر لحظة الصفر عند التقاء قابيل وأسوف، وهي في الزمن السادس تقريبا من أزمنة حكاية القصة اللي هي 7. فإحنا نكاد في القرية التي كانت للشيخ أحمد بن نصر لحظة الصفر كانت في عودة الشخصية من الخارج إلى القرية ومشاهدة الأحداث المتتابعة اللي صارت في هذه القرية. فهي تعتبر تقريبا في منتصف الزمن، فيه ماضي في مصر سابق وفيه أحداث تالية بعد هذا الموضوع. فهذه تختلف من كاتب الكاتب ومن أسلوب الأسلوب، ولها علاقة لكن هي أساسية مش نستطيع أن نستخرج زمن الحكاية. شو المقصود بزمن الحكاية يا إخوة؟ هو الزمن المنطقي المتتالي من الأقدم إلى الأحدث. اللي قدامنا الآن الخطاب الروائي أو الخطاب السردي للقصة، هذا اللي مكتوب، قد يبدي من المنتصف يبدي من الأخير، لكن احنا مش نفهم الزمن كيف يشتغل في قصتنا أو في روايتنا. علينا أن نحدد لحظة الصفر ونبدأ في القراءة ونحاول أن نحدد الأزمنة منطقيا، لأن أحيانا نحدد زي ما حنشوفه في قصة الميثاق الزمن هذا أنا ما قدامي شيء الآن، اعتبرت أول زمن قدامي هذا رقم 1، لكن بعد شوي حنعتبر 2 لأن دخل زمن قبله منطقيا مع القراءة. بعدين نستكشف أن في زمن ثالث قبله، وصلنا في الأخير أنه هو الزمن الخامس. فهذه لها علاقة بقراءتنا ومحاولة الترتيب المنطقي للقصة أو الأشياء اللي فيها. في نقطة مهمة أيضا عند تحليل القصص والروايات، في شيء اسمه المسار السردي. بعض القصص فيها مسار واحد، يعني الأحداث عبارة عن خط واحد. بعض القصص أو الروايات فيها أكثر من مسار. يعني مثلا تذكر رواية نزيف الحجر لإبراهيم الكوني فيها مسارين واضحين. مسار أسوف يبدأ من أبوه ومن أجداد لولين في الصحراء ويمضي للأمام إلى لقائه بقابيل إلى كذا، ومسار قابيل الوحدة. قابيل هذا عاش في أماكن أخرى، رضعات مش عارف الغزالة، المهم في أحداث أخرى. فهذين مسارين مش ما نرتبكش في ترتيبي لزمن الحكاية. يجب أن نعتبر هذين شيئين يعني مختلفين ونرتب كل واحد منهم، وبعدين نحاول نربط أي زمن قبل الآخر. يعني في بعض الروايات فيها أربع شخصيات تسير مع بعض وبعدين تلتقي، زي التابوت فيها على الأقل شخصيتين رئيسيات مع الشخصية المتكلم الرئيسي الثالث، ف3 شخصيات تتحرك مع بعضها تلتقي في لحظة السفر وعندها تاريخ قبلها، كل واحد تاريخ مفصول عن الآخر. شاب من مدينة زليتن مدرس ويبيع الوقود، المتكلم هذا عبارة عن ميكانيكي من مدينة مصراتة، كلهم مدرسين هم. هذا الغريب يعني في الأمر، وكان فيه استحاء من لأنه مدرس عبد الله من كتب الشخصية زيدان اللي هو الشاب الأسمر من ترهونة أيضا مدرس حتى هو ومزارع. فمسارات مختلفة. إذا كان جينا بنحلل الزمن وبنحاول نوصل لتركيبة منطقية لزمن هذه الحكاية، يجب أن نعي هذه المسارات، نحلل المسارات كل واحد الوحدة وبعدين نربطوهن منطقيا لنصل إلى فهم لزمن الحكاية اللي بناء عليه بعدين في نتائج أخرى كثيرة تصير. يعني حاولت نحط في هذه الدراسة بعض الألوان، اللون الأحمر للحظة الصفر، الأصفر للاسترجاع لما فيه استرجاع أصفر، الأخضر للسباق. باعتباري درست التواتر أيضا حطيت اللون هذا الأزرق السماوي مش عارف شو اسمه صحيح. أي. فلحظة الصفر غرق الليل في السكون المجهول، في العمق لمعت ألسنة نيران المواقد، فوق المنحدر الآخر للمرتفع المفضي إلى البيداء الواسعة. هي ليلة ما قبل الأخيرة في مجموعة من المجاهدين، وهذا الأبتر بيموت فيها يعني الليلة اللي بعدها. فهذه لحظة الصفر. لكن الآن لما نقرأ في الفصل هذا الأول ما عنديش إلا نعتبرها رقم 1، ما قصدي ما عنديش حل آخر، ما نعرفش فيها قبلها 2 قبلها 3. لاحظ السباق هنا باللون الأخضر، سيكون الغدو عسيرا على الأهالي، يعني هو بحكم معرفته أنت تعرف الطليان، بحكم المعرفة تجهيز للأفعال اللي حتتم في اليوم الثاني. يعني
لما جينا في النهاية ملاحظات حول هذا الفصل، نقول يسير الزمن في الفصل الأول إلى الأمام باستثناء استباق واحد تم تلوينه بالأخضر لا توجد حركات زمنية، يعني الزمن ساير في خط واحد. الفصل الثاني بدأ باسترجاع في النهار. في النهار هذا يقصد به النهار السابق لليلة اللي كانوا فيها ممددين في العراء، كانت الفلول الهاربة تحترق. ثم اليوم هذا تحديدا اليوم التالي لليلة، اللي بعض الإشارات الزمنية راهي تكون صعبة حتى التحديد. يعني احنا الآن عندنا الليلة، عندنا اليوم اللي قبلها، عندنا اليوم اللي بعدها اللي هو النهار. يعني هنا بدينا نوصل إلى بعض الأشياء بخصوص الزمن. الفصل هذا ما فيش علامات زمنية يعني كبيرة، ما زلنا في إطار نزول. الفصل الثالث فيه استرجاع من البداية قبل الرميلة اللي هي المعركة هذه. أطاح الغزو الكبير بمقاومة الأهالي على تخويف قصر أحمد. فهنا صار عندنا قبل معناها تحيلنا إلى الماضي بيحيلنا إلى موقف معين. نبدأ في تسجيل النقاط. بدأ في الفصل الثالث يستخدم في التواتر، والتواتر هنا استخدم للتعريف بشخصية الأبتر، بسميه الأبتر هو اللي هو مقطوع اليد هذا. ظل يحوم حول الكتبان. طبعا ميزة التواتر السرد التواتري من نوع الجملة اللي هو ده اللي يسرد في جملة واحدة أو عدة جمل أحداث دامت يوم أو سنوات أو كذا، ميزته يملأ عند المتلقي هذا الزمن ويشعر بخصوصية هذه الشخصية ويزيد يعرف بها أكثر. فهو عنده دور وظيفي كبير يعني غير الدور الفني والجمالي اللي بعدين نجد نقلة زمنية إلى الأمام اللي هو بعد أيام طافل. هذا طبعا احنا عدنا إلى الماضي والآن بعد أيام. الآن قاعدين احنا قبل لحظة الصفر الأولى اللي بدينا منها. فنستمر في القراءة إلى أن نصل إلى خلاصة. يعني وصلنا الآن إلى ترتيب جديد. عندنا الفصل الأول نستطيع نعتبره الفصل 2 الآن، رقم 2 في زمن الحكاية. والفصل الثاني والثالث، الفصل الثالث بالذات هذا نستطيع نعتبره الزمن الأول في الحكاية. ونستمر طبعا ملاحظات التبئير التواتر عملتها حول الواحد، مش نديروا عليها تلخيص في الأخير. الفصل الرابع يحكي فيها الراوي عليه نخلة تم إعدام الشخصيات فيها، والراوي قام بأسطرة هذه النخلة. يبدأ من الأول: تضرب النخلة العوجاء بجذورها في الرمل ثم يرتفع الساق. يبدأ بالوصف طبعا لهذه النخلة، وعاد للماضي للأتراك. يقال إن الأتراك هذا استرجاع، حيصبح هذا الزمن هو الزمن الأول في زمن الحكاية، هو أقدم زمن في هذه الحكاية اللي هو زمن الأتراك. يرتبط أيضا مع زمن وجود شيخ مراكشي ممكن يكون قريب من قصة الشيخ الزروق اللي جي استقر في مصرات، مش بالضرورة هو يعني، لكن لأن احنا في النهاية في سرد مش في شيء مؤكد، لكن هي قريبة من بعض الأتراك والشيخ الزروق. فهذه إرث المنطقة أو حكاية لماضي المنطقة وماضي أهل المكان يعني. الآن عاد في هذه النقطة في الفصل الرابع بعد المذبحة تسلل الأهالي، يعني حكى على المشنقة اللي صارت الأهالي. وصار عندنا الزمن هذا بحكم الترتيب فيه الزمن الأول اللي يخص الزمن الأول اللي يخص مرحلة المدينة سابقا، ثم سنكتشف فيما بعد زمن طفولة الشخصية الرئيسية هذا اللي هو الأبتر، ثم الزمن الثالث اللي هو زمن هجوم الطليان على طرابلس في الهاني، والزمن الرابع زمن الهجوم الكبير، وآخر زمن اللي هو بدت به القصة اللي هو زمن موت الأبتر الأخير. هذين كأزمنة كبرى، هذين نستنجوهن مع التحليل الزمني للفصول. يعني بيش نوقف عندهن واجد لأن ممكن حنوقفوا في الأخير على نتائج التحليل الزمني هذا في آخر الفصل التاسع. بالنسبة للسباق والسرجاع يمكن أن نعيد عن طريق هذا الفصل الأخير. وصلنا خلاص الآن لمعرفة لما نوصل في نهاية الرواية أو القصة نعرف تحديد زمن الحكاية. فوصلنا إلى زمن الحكاية تقريبا بدقة، وقسمنا الأحداث منطقيا. يعني مثلا في خصوص الحرب هذه الليلة الأولى اللي بدينا فيها هذه اعتبرتها 5 بائن. ليش؟ لأن في قبلها نهار موجود مرصود، النهار هذا نعتبروه 5000.
اليوم اللي بعدها النهار نعتبروه 5 تاء أو جيم حسب ترتيبك، ألف باء جيم ولا ألف باء تاء تاء. اليوم الأخير، الليلة الأخيرة اللي هي الفصل التاسع حنعتبروها 5 ثاء أو 5 دال إذا كان احنا ماشيين بألف باء جيم دال. وضحت الصورة الآن ولا؟ عندي هذا المكون الزمني حاضر. فتت الراوي الحدث الرئيسي اللي هي إصابة الأبتر هذا في المعركة وموته على الفصل الأول والفصل الأخير، باعتباره هذا الحدث الأكبر، وباستشهاد الأبتر هذا تنتهي المعركة. ويعني المرحلة اللي سيطروا فيها الإيطاليين على ليبيا، وصارت في ليبيا كلها، هذا ما يخصش مدينة بعينها أو قرية بعينها. بعدين استنتجت يعني أزمنة الحكاية لقيتها بالشكل هذا. الآن نظموها بشكل دقيق إلى أزمنة فرعية ورئيسية وأزمنة فرعية. الآن بنجولي مسألة زمن خطاب قصة الميثاق. طبعا تبدو العملية هيك غريبة شوية، احنا زمن الحكاية استطعنا نفهمه. أقدم نقطة زمنية بين زمن الخطاب كيف؟ زمن الخطاب ما تدوخوش روحكم، راعوا الفصول. مثلا الرواية مقسمة الفصول خلاص، رواية مقسمة لمقاطع. بعض الأشخاص يقسموا روايتهم المقاطع، تقدر ترقم المقاطع وكذا، وتجي تاخذ تو القصة هذه الميثاق مقسمة إلى 9 فصول. الفصل الأول الثاني. الفصل الأول هو هذا يمثل الخطاب. الفصل الأول هذا أين أزمنة فيه الزمن قلنا 5 احنا قبل شوي، أو تنوقفوا عليها الجدول اللي قريب شوي من الجدول قدمتها أختنا الكريمة سمية قبل شوي. باهي زمن الخطاب بالفصل، ناخذوه بالفصل، مش نفهمه بشكل عملي بعيد عن الآراء الشخصية والانطباعات والكلام بتاع الحوات هذا. لا، ناخذه بشكل دقيق عملي الأزمنة الموجودة. لاحظ الفصل الأول بدأ ب5 باء اللي هو زمن تقريبا في الأخير. الثاني رصد فيه 5000 و5 تاء، يعني زي الحدث هذا أعطيه شوية قبله وشوية بعده، مش أطرنا الأحداث الرئيسية على الحرب وعلى المعاناة على الأهالي والسكان وكذا. الفصل الثالث كان في عودة زمنية زمن قريب للحرب. في الفصل الرابع دخل بينا للتاريخ للماضي 500 سنة، والآن بدأ بيأطر المدينة وسكانها. لاحظ الفصل الخامس هذا فصل مركزي في الحرب، وفيه انتقال من حدث الحدث ومن مشكلة لمشكلة ومن كذا، وكتبت حتى بعض الملاحظات. الآن لاحظ أنني الآن ما بيش نعلق، يعني الباحث ما زلنا في المرحلة الثانية، ما زلنا في التحديدات، ما علقناش الآن على أبعاد هذا الأمر فنيا، علاقتها بتطور دراما النص، علاقتها بجماليات النص، علاقتها بالتقديم والتأخير، القصص هذه اللي في النص ما زلنا في الجانب الثاني، ومصر عليه. هذا ما نبيش نخرج منه، لأن هذا يقدر يستطيع نعطيه لأي شخص عنده قدرة على الوعي بالنصوص، حتجد نتائج مختلفة. فيه اللي النقل هذه يقول لك هذه تلبيزة معلش يعني باللاقي عادي، وفي اللي يقول لك الشيء جميل، تختلف من شخص لشخص في الذوق، في القدرة على الفهم، في تمثل النصوص. فحاولت نحط في الجدول، يعني أنا مانيش مستعرضة كله يعني الأشياء. الميزة الثانية نحصلوها من الجدول هذا، ترى شوفوا أي زمن حتى بالبحث بطريقة البحث بتاع الحاسوب، دير كنترول اف وابحث على 2 جيم، هذه تلقاها متكررة واجد، متكررة واجد. هذه ليش متكررة واجد؟ هذا يدلك على أن هذا زي التواتر، هذا الحدث هذا هو حدث مرة واحدة، والله هو زمن يخص مرحلة واحدة دائما يتم العودة ليه. معناه هذا له علاقة بتفسير النص، بتفسير العمل الأدبي اللي أمامي. التواتر طبعا هنا درت شوية تلخيصات تخص التواتر. يعني التواتر ظهر في الفصل الثالث، تواتر أفعال يقوم بها شخصية معينة، وأفعال تخص المجموعة كلها. يعني أيضا في الفصل الرابع كان التواتر لغاية رسم أيقونة النخلة العوجاهدي. بل أكيد الكاتب الراوي عنده سبب لهذا، يعني من وضع هذه الصورة عن النخلة الأسطورية هذه. الفصل السادس ظهر التواتر من جديد، تواتر ما يخص طفولة أفعال الأبتر، هذا التحولات الدراماتيكية من إنسان بسيط، بعدين صار يتيم، بعدين صار عنده مشكلة في عينه وفي يده، ثم صار يعني قاتل للعصافير، ثم تحول فيما بعد مع مخالطة الشيوخ اللي عدوا له يده وقصوه إلى شبه الصوفي. أو موجودة هذه الشخصية دائما عند عبد الله غزال في أعماله، ما تغيبش عليها. المهم يعني هذه بعض الملامح حكي على التواتر. يعني التواتر الفصل السابع أيضا يخص شخصية الأبتر، فهذا يعني شوية عليه ما يخص. الآن بهذا الشكل احنا عندنا تصور
للحركات الزمنية داخل النص. لكن لاحظوا ما زلنا في المنطقة غير الممتعة، في المنطقة التعبانة شوية. فيكم كلكم هيك مرهقين، لأن كلام علمي ما بديناش في التحليل. ربما جلسة أخرى أو حوار آخر تقروا هذه الأشياء أن نتمنى أي واحد منكم يحاول يستنبط يحط رأيه فيه. فهمت؟ أنا أقدر أكتب الكلام إذا كنت بنكتبه، لكن المرحلة الثالثة ما خشيتش فيها. المرحلة الثالثة هذه تخصكم، أي شخص يبيه هذا صدقة ليه، يتوكل على الله ويبدي يشتغل. هذا قدامك النص موجود والتحليل نتاعه موجود بأسلوب الزمني وتقدر تشتغل عليه، وحتطلع نتائج مختلفة غير متوقعة. أنا شفت من التعامل مع الطلاب مع البحاث، ما تقولش الباحث ما يعرفش، والله عمري ما ارتبكت إلا قدام الطالب. بسم بالله مرة في تحليل الخطاب أعتقد اللي كنت نفهمه، واحدة من الطالبات في الدفعة بتاع 2010 لما كان محمد الخبو هنا، يعني فعلا شعرت اني لأول مرة نسمع أسئلة مش متوقعة بكل. فما تهزوش على أرواحكم الأساتذة والطالب، كل أراه الكلام في التجربة، ما ننهزموش قدام النص. لا، النص غير عيب النصوص الكبيرة هذه، سواء نصوص الكوني، نصوص تداحمل، أعتقد أن من الضرورة تخش بمدخل معين. أحيانا تورط. زمان صديقنا إبراهيم صفار شد السوء بدي يدور به، بيكتب عليه، يقرأ منها شوي، الله سمحة جميلة، ما عادش قدر يكتب. ولهذا نصيحة دائما، هذه النصوص حتى اللي تستمتع بها بالذات وتعجبك، دير مدخل وادخل به، ما تقعدش تقرأ هيك وخلاص تستمتع. لو استمتاع جميل، لكن ما تدير شيء، ما تكتبش. فموضوع الصيغة مجرد راه شوية صور، يعني درت شوية ألوان على كل صيغة، لأن الصيغة السردية بحسب تقسيم سعيد يقطين تفرد لك النص كله، ما فيش سطر منه إلا ما ينحط تحت صيغة معينة، ما فيش فرصة أن في جملة ما هيش تحت صيغة معينة. فالخطاب المسرود، ضمير الغائب، هذا حنلاحظوا كثرته هنا عندنا. إضافة المعروض غير شو المقصود بالمعروض غير المباشر؟ اللي هو الحوار اللي يدخله يعني طبعا عند عبد الله الغزال وأغلب الرواية الليبيين الحوار، وعند العرب أغلبية الحوار الكامل مش موجود عندنا، نادر. يعني هو أصلا حتى في الرواية العالمية محدود. وقال من بكر سيد عمران عليه رواية أندري مارلو اللي هي على الحرب الأسبانية تقريبا، هذيك الرواية الوحيدة اللي شفتها هنا حوار كامل من بدايتها. لكن في الرواية العربية يستعيض الرواة من العادة أو الروائيين أو الكتاب عن الحوار الكامل اللي هو المعروض المباشر بالمعروض غير المباشر، وعن طريق تنظيم الراوي للمسافة. وراي هذه والله منطقة بحوث ومنطقة خطيرة جدا، وفيش كتابة عليها رأي. منطقة ما بين الحوارات، أقروها هذه في عند إبراهيم، أقروها عند الكتاب الكل، حتلاحظوا أشياء غريبة جدا. اعزل الحوار ووصف الراوي، اعزلهن عن بعض، وشوف الراوي كيف يتعامل مع الشخصية. عند الكتاب اللي عندهم تمكن من التعامل معه، ما يقدملكش بشكل مباشر، ما يقولكش قال غاضبا، هذه عادية، قال غاضبا وانزعج وكلام الفاضي، لا، كيف يقدم لك الحالة النفسية للشخصية من خارج جملة غير مباشرة. وهذا في فنون كبيرة في الرواية الليبية أو في الرواية العربية. هذه منطقة ما بين الحوارات. المسرود، خطاب المسرود اللي هو إيش ببساطة هيك، مش نطلع للضمائر، الضمائر أريح هي. ضمير الغائب، ضمير الغائب قوي عندنا العرب، وراوا على فكرة حتى في الرواية العالمية راوا بطلوها القصة القديمة هذه تاع الرواية الحوارية اللي طلعها هنري جيمس ومسرحة اللي عمل رواية من أيام لارو بقرية خمسينيات القرن الماضي في فرنسا، مجلس الحساسية الجديدة رجع القوة للوصف ولضمير الغائب. فالوصف الآن مؤثر جدا، لكن مش الوصف الأول اللي يوصف 10 صفحات في منزل ولا في توب بتاع سيدة ولا في لا. الوصف الآن يتداخل مع السرد بشكل جمالي مميز ويبت الحياة في النص. بالإضافة لضمير الغائب، ضمير الغائب استخدم معاه بكري سؤال مهم كان على المونولوج، هي قصة هذه استخدام الألفاظ اللي تخص المدرسة الفنية القديمة راح سيئة، لا المدرسة موجودة سابقا يعني. والألفاظ بتاع السرديات هذه خطيرة شوي، أنا مانيش مع توظيفها رغم أنه وقت نغلط وندير فيها. المونولوج يخص المدرسة الفنية، مش حتستطيع تتمثلهن زي بعضها، مش زي المونولوج. توم بكري قال سيد عمران وهذا الكلام يقولوا فيه في السرديات، ويقولوا أن المسرود الذاتي والمعروض الذاتي هي تنويع على صيغة المونولوج الداخلي، لكن ما هيش بالضبط هيك، لأن المونولوج عنده جهاز معرفي آخر معاه، عند شو يقولوا لها هي في المونولوج المروي، وهذا اللي يستخدموا فيه كل الروائيين الآن اللي هو ضمير الغائب، ولكن الروائي ينفذ إلى وعي الشخصية. وهذا سؤال التبئير هنا سؤال التبئير هنا يولي التبئير، وجميع الأدوات المنهجية المستخدمة لا تعني شيء للأمانة، ما توصلش في تحليل النص. لما يكون الراوي من الخارج ويبئر وعي الشخصية بشكل غير مباشر، ما يقول لكش أنا نبئر فيها ولا فيه ما رأيته ولا رأى ولا أي حاجة،
ولكن هو أنت تعرف منطقيا أن هذا وعيش. هي قصة السوءة في المجموعة هذه مبدية بوعي غراب، بديها من فوق يصور في غراب كيف يفكر في العالم ويشهد في قصة القتل الأولى. هو واحدة من الصيغة السردية عند الشيخ أحمد، هو موجود هنا مش باهي المديح يعني في الوجه، يعني نقل الزمن في الحوار. والله من أروع ما شفت من نقلات في حياتي في قصة في رواية القرية التي كانت ومحتاجة من يتصدى لها ويكتب عليها. النقلة الزمنية تمت في الحوار، صعب جدا تصور حوار كيف يصير فيه نقلة زمنية. فراه المبدعين والكتاب فيه أمانة علينا احنا، يعني نوع من الرد الجميل في الكتابة هذه، ان احنا نحاول ننقبوا عليهم ونستمتعوا أكثر. وتعدد الأدوات، معلش نطلع شوي بالسياق، تعدد الأدوات بالعكس يعطيك قدرة على معرفة النص بشكل أكبر، تلقيك للنص يكون أكبر. أي في نصوص هيبها الآن لأصدقاء مش قادر نجيها. والله يا قريتها المرة الأولى كيف تقتل إبرة ما عاد قدرت نوليها. صعب نص يعني يحتاج إلى جهاز معرفي، يحتاج عمل كبير. فالنصوص تحتاج إلى لكن ميزة الأدوات المنهجية هذه تحطنا في القاعدة في الأساس، ما نقولش نقولوا في آراء شعبية خلاص ولا انطباعات شخصية. فخلينا مع القصة هذه. لاحظوا كل مسرود وشوية بالمعروض المباشر في القصة هذه كلها. هنا شوف المعروض وين خش، جهاد يا رسول الله، جهاد يا رسول الله. هذه كلمة عندها دلالة كبيرة عند الليبيين أيام الجهاد ضد الطليان، هذه دخلها بالمعروض، يعني خلى شخصية ما تقولها. لكن باقي النص كله بالمسرود، يعني كله بضمير الغايب خلينا نقوله. الأصفر منقول، يعني شوف كيف بعد أيام طاف المنادي بأن الطليان عقدوا العزم. طاف المنادي، من هو المنادي وين طاف ما تعرفش، كلام عام هيك خلاص. فهذا نقل شيء قاله المنادي على مهاجمة البلدة في الليل واستئصال شافة المقاتلين. فيعني حاولنا أن نقسم النص حسب الصيغة السردية. طبعا الصيغة السردية اللي فيه من 7 أساسية موجود 3 فقط، منقول مباشر أو منقول غير مباشر معلش، ومسرود اللي هو ضمير الغايب، والمعروض غير مباشر. هذه الصيغ الموجودة، وهذه موجودة الآن في صفحة المختبر، أو اللي يبيع حتى بشكل شخصي اللي بيشتغل عليه يحاول أنصح بقراءة القصة وفهمها، ثم الكتابة بعدين على هذه الصيغة. حاولنا نقسموها، قلنا المرحلة الثانية بس ماناش داخلين في التحليل. اضطريت لألوان أخرى وأشياء أخرى لما جيت لموضوع الرؤية والصوت، وهنا في موضوع التبئير. طبعا بفهم كتاب تحليل الخطاب سعيد يقطين، مش حتى فهم سعيد يقطين بروح، لأن قد يكون غيره بعدين، اللي هي سؤال من يرى ومن يتكلم في سؤال من يرى ومن يتكلم. من يتكلم اللي هو سؤال الصوت، ومن يرى هل هذه الرؤية تعكس رؤية داخلية أو لا، فنقوله داخلي أو خارجي. ومن يتكلم هل هو جزء من الأحداث أم، فإذا كان جزء من الأحداث يقولوا له جواني، وإذا كان هو خارج الأحداث يقولوا له براني. هذا التقسيم منهجي للأمانة، أنا ما نستخدمش فيه، استخدمته مرة زمان من باب التجربة، ولكن أرى أنه قاصر، وأرى أن مناهج التبئير قاعدة كلها قاصرة عن التعامل مع النصوص. ولاحظ هاي جملة ولا اثنين احنا مش نوصل الفهم الآن. يصف هو في الجنود كانوا ممددين في العراء في الحضيض الذي يتدرج من السفح ليلتحم بالبر، انتشرت قبور الأسلاف. هاي الكلمات هذه، العراء، الحضيض، هذه كلها تعكس الوضع النفسي للشخصية اللي يتم تبئيرها. ورغم أنه ما زال ما حضرش الأبتر، راهو قدامنا، ما نعرفوش أنه في أبتر ولا في شيء. الراوي مندمج مع هذه الشخصية بشكل غير علني، ويعبر على أشياء بوعيها، يشعر بالهزيمة بالموت. ريت أنت ركض الهواء ركودا وحشيا، بعدها في السطر الثاني هذا الصمت الوحشي. شوف حتى وين يصف في السحب يقول فلول واهنة من سحائب الصيف، كل مهزوم، كل في قلق، فيه ضعف. هذا يعني هذه أشياء. مثلا في الفصل تقريبا الثاني هنا يقول قعقعت النار وهي تفترس الحطب، تخلخل الصمت، يعني النار تفترس الحطب، النار تقعقع، الصمت تخلخل. الأشياء، الكلمات تعبر بشكل غير مباشر عن حالة الشخصية، وهذا جزء من وعينا بالنص واستمتعنا به أكثر من كونها أداة منهجية للتحليل. لكن للتحليل طبعا على فكرة، يعني باش نكونوا في الإطار نتاعنا، اللون الأخضر كلمات تعكس موقف غير مباشر من الراوي، إذا مش نسيبها.
اللي بدون كتابة، النص اللي بدون كتابة بدون أي تأثير هذا براني خارجي بحسب وصف السرديات، فاللي بيطلع على النص يعني ميل الخط وتحت خط هذا اسمه جواني داخلي، فتلقوا زي مثلا هذا هو الخط مايل هذا، والراقبة قائد سرية المقاتلين، هنا فيه راقبة واضحة الآن، ولا الأمر مراقبة من شخص معين يعني. أيوة. فهو جزء من السرد هذا مشارك، ولهذا هو جواني، وفي نفس الوقت باعتبارها راقب هي رؤيته هو، فهي داخلية يعني، وإن كان مش مؤكد 100%. وبعدين جاء الحوار بعدها، فيعني حاولت نقسم هذا النص بهذا الشكل للاستخدام لأي شخص يريد أن يقدم أي كتابة فيه، لأن زي ما قلنا المرحلة الثالثة هي اللي تخص مسألة الكتابة على النص، أو مسألة المرحلة الثالثة من العملية النقدية. وضعنا المادة النظرية، دخلنا مفاصل المادة النظرية في النص، الآن تحتاج إلى قراءاتكم وكتاباتكم. هذا النص ليكم مغنوه كما تشاءون، موجود، هذا مفتوح وكل واحد يشتغل عليه. والله اشتغلت قبل حتى في عدة مشاريع ولكن محدودة يعني مع أشخاص معينين. نتمنوا هذه حتى في المختبر نفسه نفتحوا بعض النصوص ونخلوها للشغل، يعني اللي بيشتغل عليها يشتغل، لأن نعرف أن الإشكالية دائما في التحديد هذا. لو يوصل الباحث إلى هذه الأشياء خلاص يبدأ يتمعن في النص ويتأمل، وممكن تقوا في أنفسكم تطلع نتائج مش متوقعة. النص هذا غريب يعني لما تبغى تتأمل فيه، فلا بس تفكيرك يكون سليم، يكون علمي، ونسأل الله التوفيق. وأعتقد أني يعني كملت أغلب ما عندي، لأن بيش نطيل عليكم، لأني عارف أن في إرهاق شوية. المادة النظرية كانت دسمة في الصباح، وأيضا تجارب الإخوة أيضا حتى هي والأخوات الجميلة هذه الطيبة حتى هي كانت دسمة، فما نبيش نثقل عليكم. هي محاولة، هذا نحاول نخلوا الجلسة هذه عملية تفاعلية، بمعنى إيش؟ أن هذه راهي بداية عمل مش نهايته. هذا النص موجود في صفحة المختبر، اللي ما يعرفش يتعامل مع الأشياء الإلكترونية ممكن نبعثه له حتى على الخاص في الإيميل. تفضلوا، هذا نص لكم اللي بيشتغل عليه تفضل. لو تحبوا طبعا بعون الله حيكون فيه الدورة الثالثة للمختبر عن علاقة المناهج السياقية بالسرديات. هذا موضوع طبعا مش الواحد ما يكونش بلطجي ولا دكتور محمود ولا يكون يشتغل في كل الموضوعات، لا، هذه حيكون فيها إن شاء الله أساتذة كرام، دكتور محمود والدكتور أحمد شلابي إن شاء الله نعودوا عليهم، ومن يروه معهم في مجال الجانب الاجتماعي والجانب التاريخي والجانب النفسي وممكن حتى الثقافي. هنحولوا عليه دورة إن شاء الله، وربما تكون في كلية الأدب مش نديروا موازنة بين المناطق يعني ما، ولعل في المستقبل تكون في دورات خارج المدينة يعني لخدمة إخواننا اللي جونا بارك الله فيهم وتعبوا. أيوة، هذا ما عندي الآن بالنسبة للنص يعني، ما نبيش نطيل الحقيقة والله، قبل ناوي يعني ناخذ راحتي، لكن ما نبيش لأن فإذا كان في أي حوار تروه ولا أي شيء تفضلوا يعني، الأمر مفتوح يعني، شبه أنهينا الآن نحكي. أنا كان يفترض أن تكون هذه محاضرتين، لكن شعرت بأن